ازيكم يا جماعة؟ في حوالي 130 ميزة اكتشفناهم لحد دلوقتي، بس بعض المميزات دي مش متاحة لكل الأجهزة القديمة. فخلينا نفلتر كل ميزة على اي او اس 26 مش متاحة على الأجهزة القديمة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس. يلا بنخش في الموضوع على طول. يلا بينا. أول حاجة التصميم الزجاجي واللي جاي باسم ليكويد جلاس، وطبعا متوفر لكل الأجهزة من أول ايفون 11، وده أقدم جهاز بيدعم اي او اس 26 لغاية سلسلة هواتف ايفون 16. لكن اول ميزه مش موجوده، وهي لو دخلنا على تطبيق الصور ودخلنا على اي صوره زي كده، هنلاقي فيه حاجه جديده هنا او ايقونه جديده فوق كده بتحول لك الصوره ل 3 دي. لو ضغطنا عليها كده هتلاقي الصوره بتتحول لعمق 3 دي. مش عارف ظاهره لكم ولا لا، خلينا نشوف صوره اوضح. هتلاقيه بيحول لك المشهد ل 3 دي وبيعمل لك عمق في الصوره. الميزه دي مش موجوده على هواتف ايفون 11، متاحه من اول ايفون 12 وانت طالع. كمان بالنسبه لشاشه القفل، لو ضفتها خلفيه 3 دي لشاشه القفل هتكون برضو متاحه على الايفون 12 وانت طالع، بس لما بتيجي تطلع للشاشه الرئيسيه بتبقى الصوره ثابته. كمان ميزه مش موجوده لكل الاجهزه، فقط لاجهزه ايفون 15 برو وانت طالع، وهي تطبيق الرسائل. لو دخلنا كده على تطبيق الرسائل هتلاقي في تطبيق الرسائل الخلفيات الجديده اللي موجوده لكل الاجهزه، لكن في خلفيات معينه موجوده بالذكاء الاصطناعي. تقدر توصف الخلفيه دي عن طريق تطبيق ايمج بلاي جراوند. توصف اي حاجه انت محتاجها تكون في الخلفيه، او تصمم خلفيه على مزاجك الخاص، او بتستخدم الاقتراحات اللي بيولدها لك عن طريق الابل انتليجنت. ودي ميزه زي ما قلنا موجوده في هواتف ايفون 15 برو وانت طالع. ده غير ميزه التصويت اللي انت بتقدر تستخدمها، ودي برضو الغريب ان هي من ضمن مميزات الذكاء الاصطناعي، والمميزات دي متوفره من ايفون 15 برو وانت طالع. كمان ميزه بتحتاج الابل انتليجنت، وهي الترجمه المباشره للمكالمات او الرسائل او حتى الفيس تايم. التطبيقات دي مضاف ليها الميزه دي، وهي باختصار زي انك كده بتكلم حد انجليزي وبيترجم للطرف التاني باللغه بتاعته، والعكس لو هو بيكلمك بالاسباني بيوصل لك الرساله او المكالمه او المحادثه باللغه بتاعتك. للاسف لسه مش بيدعم اللغه العربيه، بس هي مساله وقت. الميزه دي طبعا شغاله من ايفون 15 برو وانت طالع. كمان تطبيق الاختصارات او الشورت كات، لو دخلنا كده على الجاليري هتلاقي اختصار جديد باسم الابل انتليجنت، وفي شويه اختصارات لو دخلنا كده عليه هتلاقي بيلخص لك البي دي اف وشويه اختصارات كده ذكيه عن طريق الابل انتليجنت او ذكاء ابل. كمان مستقبلا هتقدر تولد اختصارات باستخدام الذكاء الاصطناعي. الميزه دي موجوده من ايفون 15 برو وانت طالع، بس بالنسبه للاختصارات العاديه تقدر تستخدمها عادي لكل الايفونات. كمان ميزه في تطبيق المحفظه بالنسبه للطلبات، لو ضغطنا كده على الثلاث نقط او القايمه اللي فوق دي هتلاقي حاجه اسمها باسم اوردرز او الطلبات. والميزه دي باختصار بتتعرف على حاله الشحن بتاعتك وتفاصيل الطلب بتاعك لغايه ما يوصل لغايه باب بيتك. والميزه دي بتدعم من ايفون 15 برو وانت طالع. كمان تطبيق التذكيرات، لو فتحنا كده او دوسنا على الثلاث نقط اللي فوق او القايمه اللي فوق دي هتلاقي علامه بالابل انتليجنت. لو ضغطنا عليها كده باختصار العلامه دي بتعمل ايه؟ بتقسم لك التذكيرات حسب نوعها. الميزه دي موجوده برضو على هواتف الايفون 15 برو وانت طالع، عشان بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. كمان السكرين شوت دلوقتي او لقطه الشاشه، لو خدت كده سكرين شوت للشاشه تقدر تبحث عن اي حاجه خدت ليها سكرين شوت عن طريق جوجل، او تسال شات جي بي تي عن طريق جوجل. لو عملنا كده هتلاقيه فتح لك جوجل او السيرش وبيبحث لك عن نفس الحاجه، سواء بقى منتج او اي حاجه عايز تبحث عنها، او كمان تسال شات جي بي تي عن الحاجه اللي موجوده في الصوره دي. كمان تقدر تحدد حاجه معينه جوه الصوره، زي لو علمت على حاجه معينه كده على طول يحدد لك او يجيب لك الحاجه دي. كمان شايف كده جاب لي عن الحاجه اللي انا حددتها بالظبط زي القايمه السوداء دي. والميزه دي طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي يعني متوفره لهواتف ايفون 15 برو وانت طالع، لان الاجهزه دي هي اللي بتدعم الذكاء الاصطناعي. كمان تطبيق الايمج بلاي جراوند، وده تطبيق معروف طبعا بيولد صور واشكال حقيقيه او اكتر من الواقع. يعني لو كتبت مثلا كده هتلاقي عمل لك صوره فيها الفيراري على البحر زي ما انا كتبت له في الوصف. والميزه دي طبعا بتستخدم الذكاء الاصطناعي او تطبيق من تطبيقات الابل انتليجنت بتاع ابل. وكمان الميزه الحلوه اللي هم دمجوا شات جي بي تي فيه، وكمان اتطور اكتر من الاول وبقى يعمل لك صور واقعيه بعيدا عن شات جي بي تي. وكمان جينيموجي عشان تولد ايموجي باستخدام الابل انتليجنت. والميزه دي من ايفون 15 برو وانت طالع، او الميزتين دول بتوع تطبيق الايمج بلاي جراوند، وتوليد ايموجي ليك او تعمل ايموجي خاص بيك عن طريق ان انت بتكتب الوصف هنا باستخدام الذكاء الاصطناعي. وده متوفر
لايفون 15 برو وانت طالع. كمان المميزات في تسهيلات الاستخدام، لو دخلنا كده على الاعدادات ودخلنا على تسهيلات الاستخدام ونزلنا تحت، عندك حاجه اسمها التحكم بالعين وهو اي تراكنج. الميزه دي موجوده على ايفون 12 وانت طالع، يعني ايفون 11 مش داعم الميزه دي زي الميزه بتاعه ال 3 دي بتاعه الخلفيه. يبقى عندنا كده الايفون 11 مش داعم بتاع 3 4 مميزات. هي اول حاجه الميزه الخلفيه اللي هي 3 دي، وكمان الاي تراكنج والصوت الشخصي والميوزك هابتكس او الاهتزازات اللي بتشتغل مع الاغنيه. عامه ملخص معظم المميزات الجديده شغاله على كل الاجهزه القديمه زي التصميم الجديد والتاثيرات، لكن الحاجات اللي شرحتها دي بس اللي مقتصره على اجهزه معينه. وبالنسبه للايفون 11 يعني يعتبر نازل له برده معظم المميزات ما عدا كام ميزه بعيدا عن الذكاء الاصطناعي. وبس كده. قول لي في الكومنتات ايه رايك في الكلام ده، وبتستخدم ايفون ايه، وحدثت الاي او اس 26 ولا لسه؟ لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس ودوس لايك عشان يوصل لك كل جديد. شكرا على المشاهده، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.